إلى أين سيذهب الدوري؟ هل سيذهب إلى خزائن الأصفر أم إلى خزائن الأزرق؟ قابلت أمس واحد قال طالما أرسنال فاز بالدوري من 2004 فازوا الحين 26 اليوم النصر يفوز. هل تتفقون مع هذا الكلام أن النصر اليوم سيفعلها وسيفوزها؟ لأن مصير النصر بعيد. إن فاز النصر هذا اليوم الدوري للنصر، لأن يعني النصر متقدم فارق كم يا عزيزي عن الهلال؟ نقطة. مصيره والمباراة في الأول بارك، يعني كما يقول مصيرك بيدك يا النصر. الهلال يعني يواجه صعوبات كونه المتحكم بالمباراة هو النصر. هل سيتوج الدوم بالدوري السعودي بعد الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي؟ يعني سيحقق النجاح في جميع الدوريات التي لعب فيها وسيتوج، أم سيذهب إلى كأس العالم وهو حزين وزعلان؟ لا فوز النصر. وطبعا الذهاب اليوم للنصر، جمهور النصر كبير وجمهور محبين كريستيانو رونالدو. أعتقد هذا اليوم سيكون ملعب ممتلئ، وكذلك مباراة الهلال. على مباراة كلها مشوقة وفي توقيت واحد المباراة، لأنه دائما الجولة الأخيرة تكون في أغلب الدوريات بالسنوات الأخيرة عشان الهبوط والتلاعب بالنتائج، تكون الجولة في توقيت واحد الجولة الأخيرة أو الجولتين الأخيرة أغلب الأحيان، لكنها الجولة الأخيرة اليوم في توقيت واحد جميع المباريات الساعة 9 مساء. اليوم إذا النصر فاز معناته الرياض تستعد الاحتفالات، نكون في أول لأن جماهير النصر مشتاقة كثيرا، وإن فاز تجدون كذلك جماهير الهلال. لا أغلب المحللين اسمع لي يا أبو المهلل، اليوم الاحتفال نصراوي، لا تذكر الهلال أبدا. اليوم فاز نصراوي. احنا قلنا النصر مصيره بعيد، اليوم الذهاب النصراوي، والهلال ينتظر أي تعثر من النصر. يعني التنافس لا يعجبني هذا التنافس الشديد. هذه هي الدوريات الحقيقية، معنى أنك تفوز بالدوري هذا أنه يحسم بالجولات الأخيرة، وهذا يحسب للدوري السعودي ما شاء الله عليه. هو دوري قوي جدا، يمكن نفس الدوري الفرنسي. والله الدوري الفرنسي مسيطر باريس سان جيرمان يحسبه الدوري السعودي أكثر تنافسية. ويعجبنا الدوري السعودي الآن، دوري مشهور، الكرة الذهبية. ترى على فكرة كريم بنزيما أخذ الكرة الذهبية وطلع من ريال مدريد على طول السعودية. احنا اللي نفكر عندك كريستيانو رونالدو عدة، عندك كريستيانو رونالدو عدة كرة ذهبية. طبعا احنا مصلحة النادي ولا مصلحة الشخص. الآن يعني هو في تجد اللاعبين، جودة اللاعبين والجودة هنا موجودة في السعودية. من أين سيذهب كريستيانو رونالدو إلى كأس العالم؟ من السعودية. وكذلك عدة لاعبين من السعودية. العالم جواو فيليكس، لاعيبة الهلال كويسين، كله ما شاء الله عليهم. يلا بإذن الله. تحياتنا للجمهور.